شهادة للتاريخ أن الإخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الأبطال دفاعا عن ميدان التحرير، وزحف الجيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس، وكل منهم يريد أن ينال الشهادة. هذه شهادة. وظهر الإخوان المسلمين بمظهر حضاري، وكان لهم دور كبير في إنجاح الثورة سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثورة وأنا منهم. ودورهم في يوم الأربع في صد البلطجية دور. ينكر أن نزول الإخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الأرض. مش هذا الكلام، حد يقدر ينكر كده أبدا. يعني إذا أدعو إلى ذعر في غير موقعه أو تخوف إن الإسلاميين جايين عشان ينفذوا أجندة خاصة بيهم. أنا أرى أن إخواننا في الإخوان المسلمين بما لهم من خبرة سياسية مضت واحتكاك بالعمل السياسي بالفعل عبر البرلمان لسنوات طويلة، أراهم من أجدر ومن أكفأ الناس للدخول في هذه المرحلة. والله هم الإخوان المسلمين هم أكبر كتلة برلمانية، خدت بالك إزاي، وهم كجماعة منظمة جدا، وهنيئا لهم إن هم خدوا برلمان، يستحقوا. الناس بتشتغل على الأرض بقى. قابلت ناس تانية متعلمة مقتنعة ومتحررة وناس تبدو يعني بتشتغل في الوسط الفني مثلا اللي هم قلقانين. ولما سالتهم اديتوا لمين؟ قالوا لي ادينا للحريه والعداله. قلت لهم ليه؟ قالوا لي لان لديهم مشروع وهم المؤهلين في الساحه السياسيه. شبابنا كانوا موجودين في كل اللجان. بص، هو ده الشغل. هو ده الشغل. طب انت لو كنت كلمت الاخوان في اي لحظه وقلت له قول لي اخبار كفر الشيخ ايه؟ ايوه، هيقول لك 37 مواطن راكبين اتوبيس النهارده في قناه و12 واقفين على الباب. في قناه الجزيره قال لك المدير الاداري لمكتب الاخوان في الفيوم. يعني ده معناه انه في مكتب وفي مدير فني وفي مدير اداري وفي نائب رئيس المكتب وفي رئيس المكتب، يعني في يعني عارف ازاي، مدرب حراس المرمى، يعني في ايه، عارف طبعا. ازاي طبعا هيراركي في لا الاخوان في لحظه معينه عارفين مين اللي هيطلع يتكلم في القانون، مين هيقول في المجتمعيات، مين هيتكلم في التشريع، مين هيتكلم. ده وانا عايز بس اقول حاجه يعني. بصراحه، هم جزء من المجتمع المصري، جزء، هم أكبر معارضة 20% في البرلمان. يعني عملية في رأيي مضحكة إن أقول أن ربع أو خمس البرلمان هم جزء من جماعة محظورة. يعني في التهم المعلبة والسابقة التجهيز للسيد الدكتور محمد مرسي وللإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين في مجلس الشعب لغاية النهاردة لم يصدروا قرار أو قانون أو لائحة ضد مصلحة الأقباط، وهذا واضح ومعروف ولا يستطيع أحد أن يعارضه ولا يجوز. فلماذا نتهمهم ولا معهم؟ لماذا نتهمهم ولماذا نقلل منهم ولماذا نجحف بالدور الوطني الذي ممكن أن يقوموا به وأيضا يعملوا معهم الشريحة الوطنية القبطية المصرية. نحن هذا تقول للإخوان المسلمين: كنتم شجرة ما أروع ظلالها وأورع نضالها، رضي الله عن شهيد استنبتها وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. أنا عندي حلم، الحلم ده بيخليني أقول حاجة مهمة أوي، أن من يقود مصر الآن وهم الإخوان المسلمين ظلموا كثيرا وتعرضوا لظلم كثير، وأنا أؤمن بالمقولة التي تقول: من ذاق طعم الظلم عرف معنى العدل. من ذاق طعم الظلم عرف معنى العدل. يمين بالله وأنا قاعد في هذا المكان إن جميع القضايا اللي اتعملت للإخوان المسلمين ملفقة في عهد حبيب العدل. جميع القضايا بلا استثناء اللي اتعملت للإخوان المسلمين ملفقة. كنت بتتعرض الآن من يتهم الإخوان المسلمين أنهم لن يسلموا السلطة، وأنا أعتقد أن الإخوان تؤمن بالتعددية، وأننا سنسمع أن الرئيس مرسي كان رئيسا سابقا من غير ما يدخل السجن، إن احنا ممكن نلتقي به في الشارع ويقول: أنا كنت رئيسا لمصر.